بيبدأ الجزء الأول من فيلم جومانجي سنة 1996، وبنشوف شخص بيجري على الشط وبيلاقي لعبة غريبة مدفونة في الرمل، فبياخدها وبيرجع البيت بسرعة عشان يديها لابنه أليكس. ولما بيصحى أليكس بيشوف اللعبة وبيلاقي مكتوب عليها جومانجي، وبتكون مش عاجباه وشايفها مجرد لعبة قديمة لأنه بيحب ألعاب الفيديو جيمز. وبالليل بيصحى على ضوء أخضر خارج من اللعبة، وبيتفاجئ إنها اتحولت للعبة فيديو جيمز، فبياخد الشريط اللي فيها وبيشغلها عشان يلعب. ولكن فجأة بيظهر ضوء غريب في البيت كله، وبيبان إن في حاجة حصلت. وبعد 20 سنة بنشوف شاب اسمه سبنسر وهو قاعد بيلعب فيديو جيمز، وبيجيله رسالة من صاحبه فريدج بيقوله فيها قابلني عند البيت المهجور. وبنتفاجئ إن البيت ده بتاع أليكس، فبيروح سبنسر يقابله وبيديله البحث اللي كتبهوله، وبيأكد عليه فريدج ما يقولش لحد إنه عمل البحث لأنه ممكن يطرد لو المدرسين عرفوا. وتاني يوم بيروح سبنسر المدرسة وبيجيله استدعاء لمكتب المدير، فبيتفاجئ إن صاحبه فريدج هناك. والمشكلة إن المدير اكتشف إن هو اللي عمله، لأن البحث شبه اللي هو عمله السنة اللي فاتت بالظبط. فبيقرر المدير يعاقبهم هما الاتنين، وبيكون في بنتين متعاقبين معاهم اسمهم بيساني ومارثا. وبعدها بياخدهم المدير هما الأربعة لمخزن المدرسة، وبيكون العقاب إنهم ينظفوا المخزن ويشيلوا الدبابيس اللي في المجلات. ولما بيمشي المدير بيحاول سبنسر يتعرف على مارثا وبيكون معجب بيها، وساعتها بيلاقي صاحبه فريدج لعبة جومانجي وبيشغلوها عشان يلعبوا هما الأربعة ويستمتعوا بوقتهم. فبيبدأ كل واحد فيهم يختار الشخصية اللي هيلعب بيها، ومجرد ما بيبدأوا اللعبة بيسمعوا صوت غريب جدا شبه الطبل، وفجأة بيتسحب جسمهم جوه اللعبة. وبيفوق سبنسر وبيلاقي نفسه في غابة وشكله اتغير لواحد بعضلات. وبعدها بيلاقي 3 أشخاص بيتحدفوا قدامه وبيعرف إنهم صحابه، فبيستنتج إنهم دخلوا عالم اللعبة وشكلهم اتغير للشخصيات اللي هم اختاروها. فبتتضايق بيساني لأنها اتحولت لشخصية راجل في اللعبة، وبتلوم نفسها عشان ما اختارتش شخصية البنت اللي مارثا اختارتها. فبيتجاهلوا كلامها وبيلاقوا وشم مرسوم على ايديهم على شكل 3 خطوط، وبيعرفوا ان الخطوط دي تبقى عدد الارواح اللي ليهم في اللعبة، ولو حد فيهم مات 3 مرات الخطوط دي هتختفي ومش هيقدروا يرجعوا لعالمهم. وفجأة بيظهر فرس نهر من ورا بيساني وبياكلها قدامهم، فبيترعبوا من المنظر وبيلاقوها وقعت من السما وفاضلها محاولتين بس في اللعبة. وبعدها بيلاقوا فرس النهر جاي ناحيتهم، فبيجروا بسرعة في الغابة وهم مرعوبين لحد ما بيلاقوا عربية وقفت قدامهم، وبيقول لهم السواق يركبوا. فبيركبوا العربية وبيقول لهم السواق انه مرشد في لعبة جومانجي واسمه نايجل، وانه مجرد روبوت وشخصية متبرمجة في اللعبة مش اكتر. وساعتها بيبدأ يحكي لهم قصة جومانجي، وبيقول لهم ان من 20 سنة في شخص اسمه راسل سرق الجوهرة السحرية من تمثال النمر اللي في وسط الغابة، وساعتها استحوذت عليه قوة الشر وقدر يتحكم في كل الحيوانات وسيطر على الغابة كلها. ولكن لحسن الحظ نايجل قدر يسرق منه الجوهرة وهو نايم. وبعد ما بيخلص الحكاية بيدي الجوهرة لسبنسر وبيقول له ان مهمتهم يرجعوا الجوهرة لتمثال النمر فورا عشان يفكوا اللعنة، ولو عملوا كده هيكسبوا في اللعبة وهيرجعوا للعالم بتاعهم. بس ساعتها لازم يقولوا كلمة جومانجي بصوت عالي بعد ما يتأكدوا ان الجوهرة اتحطت في التمثال. وقبل ما يمشي بيديهم خريطة للغابة اللي فيها التمثال، وبيقول لهم دوروا على الجزء الناقص. فبيفتح سبنسر الخريطة وبيلاقي جزء مقطوع منها، وبيفهم ان اول مهمة ليهم يدوروا على الجزء الناقص من الخريطة عشان يوصلوا للتمثال ويحطوا الجوهرة. وبعدها بتظهر لهم قايمة فيها كل نقاط القوة والضعف بتاعت الشخصيات بتاعتهم، وبيكون سبنسر الوحيد اللي ملوش نقطة ضعف، وقوته هي الشجاعة والسرعة والقوة. وبالنسبة لمارثا فنقطة ضعفها السم، وقوتها فنون القتال. وبيساني مش بتستحمل التعب وقوتها علم الخرايط والآثار. وفريدج نقطة ضعفه السرعة وأكل الكيك، وقوته إنه عالم حيوان. وفجأة بيحصل انفجار جنبهم، وبيلاقوا عصابة راسل جايين بالموتوسيكلات وبيضربوا نار عليهم عشان يسرقوا منهم الجوهرة. فبيجروا بسرعة وبيهربوا في الغابة لحد ما بيوصلوا لشلال وبينطوا في النهر. وأول ما بيخرجوا بيلاقوا مارثا اتصابت برصاصة في بطنها وبتختفي قدامهم، ولكن بتنزل من فوق مرة تانية. وبيعرفهم سبنسر إن كل واحد فيهم ليه 3 محاولات بس في اللعبة، ولو خلصوا هيموتوا في اللعبة وفي العالم الحقيقي. وبعدها بتقرا بيساني الخريطة وبتعرف إن مكان آخر جزء في الخريطة موجود في سوق قريب من الغابة. فبيروحوا السوق وبياكلوا من عند خباز موجود هناك، وبيسأل فريدج الخباز عن نوع العيش ده، فبيقول له إن ده أشهر كيك موجود في السوق. وساعتها بيتصدموا كلهم لأن الكيك نقطة ضعف فريدج، وبيلاقوه انفجر قدامهم. فبيرجع اللعبة من تاني وبيكون فاضله محاولتين بس. وبعدها بيجي ولد صغير وبيقول لهم إنه عارف مكان القطعة اللي ناقصة من الخريطة، وبياخدهم لمكان فيه سلة وبيقول لهم إن القطعة جوه السلة دي. فبيفتح سبنسر السلة وبيلاقي فيها تعبان، فبيقفلها بسرعة وهو مرعوب. والمشكلة إن القطعة جنب التعبان بالظبط. فبيقول له فريدج إن التعبان ده اسمه المانبا السودا، والسم بتاعه أخطر سم في العالم ولازم
ولازم ياخدوا بالهم عشان ما يلدغهمش. فبيقرر سبنسر يفتح السلة وبيمسك التعبان بسرعة قبل ما يلدغ مارثا، وساعتها بيشيل فريدج اسنان التعبان وبياخدوا القطعة الناقصة من الخريطة، وبيلاقوا ورقة فيها تمثال صغير على شكل فيل، ومكتوب في الورقة لو شفتوا الفيل اتسلقوا. فبيخرجوا من المكان وهم مش فاهمين حاجة، وفجأة بيلاقوا عصابة راسل في السوق وبيحاولوا يهربوا منهم لحد ما بيلاقوا راسل واقف قدامهم ومحاصرهم وبيهددهم انه هيقتلهم لو ما سلموش الجوهرة السحرية. ووقتها بيظهر شخص غريب وبيحدف قنبلة غاز وبيهربهم بسرعة من المكان، وبعدها بيدخلهم في نفق تحت الأرض لحد ما بيبعدوا عن عصابة راسل وبيوصلوا للغابة. وهناك بيعرفهم الشخص ده ان اسمه أليكس، وانه دخل اللعبة دي من فترة قصيرة وحاول يخلصها عشان يرجع للعالم الحقيقي، ولكن للأسف مات مرتين وفاضله محاولة واحدة بس، فقرر انه يفضل في اللعبة وما يخاطرش بآخر محاولة عشان ما يموتش. فبتكتشف بثاني ان القطعة الناقصة مش في الخريطة بس، وانهم كان لازم يلاقوا أليكس عشان يخلصوا اللعبة مع بعض. وبعد شوية بياخدهم أليكس المخزن تبع عصابة راسل، وبيقول لهم ان مهمتهم يدخلوا المخزن وياخدوا الطيارة اللي فيها عشان يروحوا للغابة اللي فيها النمر، وبالتالي هتكون آخر خطوة ليهم يرجعوا الجوهرة السحرية مكانها. فبتجيلهم فكرة انهم يخلوا مارثا تتكلم مع الحراس وتشتتهم لحد ما يدخلوا المخزن ويسرقوا الطيارة. وساعتها بيتكلم أليكس مع سبنسر وبيقول له انه دخل لعبة جومانجي سنة 1996 وبقاله 6 شهور بس في اللعبة. فبيتصدم سبنسر وبيكتشف ان ده أليكس اللي كان موجود في اول الفيلم، وبيقول له انت بقالك 20 سنة محبوس في اللعبة والبيت بتاعك بقى مهجور وابوك اتجنن من ساعة ما انت اختفيت. في الوقت ده بتروح مارثا تشتت الحراس وبتستخدم مهارتها في القتال وبتضربهم كلهم، وبعدها بتروح ناحية المخزن هي واصحابها وبيركبوا الطيارة وبيهربوا من باقي العصابة. وفي طريقهم بيلاقوا قطيع من وحيد القرن بيجري وراهم، وبتقع الجوهرة من فريدج بالغلط، والمصيبة ان القطيع بيلفوا حوالين الجوهرة. فبيقرر سبنسر يرميه من الطيارة عشان يبعد القطيع عن الجوهرة لحد ما ياخدها، وفعلا بيطلعوا يجروا وراه وبياخد سبنسر الجوهرة بسرعة وبيرجع الطيارة. بس للأسف بيكون القطيع قتله فريدج وفاضله محاولة واحدة، وأول ما بينزل من السماء بيلحقوا سبنسر وبيدخلوا الطيارة. وبعدها بينزلوا في مكان قريب من الغابة، وبتيجي ناموسة تقرص أليكس وبيغمى عليه لأن نقطة ضعفه الناموس، وبيكون على وشك إنه يموت لأن آخر محاولة ليه خلصت. فبتحاول بثاني تنقذه وبتضحي بواحدة من محاولاتها ليه وبتديها له وبتلاقيه فاق. وبعدها بيكملوا رحلتهم وبيدخلوا الغابة ناحية التمثال، وبيلاقوا قدامهم ممر طويل لازم يمشوه عشان يوصلوا للتمثال. وأول ما بيمسك سبنسر الجوهرة بيلاقي المكان كله بينور قدامه، بيحس إن ده فخ. فبتشوف بثاني تمثال فيل عملاق وبتفتكر الرسالة بتاعة القطعة الناقصة اللي مكتوب فيها لو شفتوا الفيل اتسلقوا. فبيفهم سبنسر إنهم لازم يمشوا في الممر من خلال التسلق على الأشجار لأن الأرض مليانة فخاخ. فبيطلع يتسلق على الشجرة عشان يتأكد من كلامه، وأول ما بيشوف قدامه سنجاب بيتخض وبيقع على الأرض، وقبل ما يقوم بيهجم عليه نمر وبيقتله. وبعدها بيرجع تاني للحياة وبيكون فاضله محاولة واحدة بس. وفجأة بيلاقوا عصابة راسل جايين، فبيتفرقوا هم الخمسة عشان يشتتوهم لحد ما سبنسر يوصل للتمثال ويحط الجوهرة. ولكن في طريقه بيشوف مارثا وهي متعلقة في الموتوسيكل بتاع واحد من العصابة، فبيضربه وبياخد منه الموتوسيكل وبيكمل طريقه للتمثال لحد ما بيلاقي راسل ماسك بيساني وبيهدده انه هيقتلها لو ما سلموش الجوهرة. فبيجي فريدج وهو راكب فيل وبيقول له الجوهرة معايا يا خنزير، ولكن الفيل بيتحرك وبتقع منه الجوهرة في مكان بعيد. وهنا بنكتشف ان فريدج هو اللي خنزير لان دي المرة التانية اللي بتقع منه الجوهرة. المهم بتبدأ مارثا تتكلم مع سبنسر وبتقول له روح اتسلق التمثال وانا هجيب لك الجوهرة، وبعدها بتدور على الجوهرة وبتلاقيها وسط تعابين كتير، فبتروح تاخدها وبتلاقي راسل قدامها وبيقول لها هاتي الجوهرة والا هقتلك. فبتجيلها فكرة انها تضحي بنفسها وبتخلي التعبان يلدغها لان دي نقطة ضعفها، وساعتها بتموت وبتقع من السما وهي ماسكة الجوهرة وبتديها بسرعة لسبنسر اللي بيكون واقف عند قمة التمثال. فبيحط سبنسر الجوهرة مكانها وبيقولوا هما الخمسة كلمة جومانجي، وساعتها بيكسبوا في اللعبة وبيختفي راسل نهائيا. وبعد شوية بيجي نايجل مرشد اللعبة وبيهنيهم عشان كسبوا وبيبدأ يسلم عليهم وبيرجعهم للعالم بتاعهم. ولما بيرجعوا بيلاقوا نفسهم في مخزن المدرسة مع ده أليكس، فبيروحوا للبيت المهجور بتاعه وبيتفاجئوا انه جديد ومش مهجور ولا حاجة، وبيلاقوا أليكس نازل من عربية وبيقدر يتعرف عليهم. وساعتها بيقول لهم ان اللعبة رجعته للوقت اللي اختفى فيه سنة 1996، وساعتها اتجوز وخلف ومش ناسي ان بيساني هي اللي انقذته في اللعبة. وده معناه ان لعبة جومانجي صلحت الاحداث اللي حصلت خلال ال20 سنة. وبعدها بيرجعوا كلهم لحياتهم الطبيعية وبيقربوا من بعض وبياخدوا اللعبة وبيكسروها عشان يتخلصوا منها للأبد. وهنا بيخلص الفيلم.
بيبدأ الجزء التاني من فيلم جومانجي بشاب اسمه سبنسر وهو بيشتغل في سوبر ماركت، وبيبان انه متضايق لانه حاسس بالوحدة من ساعة ما انفصل عن حبيبته مارسا. وبعدها بيجي صاحب المحل وبيعرفه انه وافق على طلب الاجازة بتاعته، فبيرجع سبنسر البيت وبيلاقي جده ايدي هناك لانه تعبان وقرر يقعد معاه يومين. ولما بيطلع اوضته بيلاقي اصحابه التلاتة باعتين له رسالة عشان يطمنوا عليه لانه بقاله شهر مش بيتكلم معاهم، فبيتجاهل الرسائل وبيتكلم مع جده وبيقول له انه لسه بيحب مارسا وحاسس انها نسيته ومش بتفكر فيه. فبيحاول جده يشجعه يتكلم معاها ويرجعوا لبعض، ولكن سبنسر بيرفض وبيروح القبو بتاع البيت، وهناك بيطلع شريط لعبة جومانجي اللي كسرها هو واصحابه في الجزء الاول، لان اي حد بيلعب اللعبة دي بيدخلها وبيتحبس فيها ومش بيقدر يرجع للعالم الواقعي غير بعد ما يخلصها. وبالمناسبة هتلاقوا رابط ملخص الجزء الاول في اول تعليق. المهم بنكتشف ان سبنسر صلح لعبة جومانجي وبيقرر يلعبها لان عنده فراغ وحاسس بالوحدة. وفي نفس الوقت بتروح حبيبته مارسا تقابل صحابهم بيساني وفريدج، وبيستغربوا ان سبنسر مردش على الرسايل بتاعتهم وبقاله شهر مش بيتكلم معاهم نهائي، فبيقرروا انهم يروحوا له البيت عشان يطمنوا عليه. ولما بيوصلوا بيفتح لهم جده ايدي وبيكون قاعد مع صاحبه مايلو اللي كان شريكه في المطعم زمان، وفجأة بيسمعوا صوت لعبة جومانجي جاي من القابو، فبيروحوا لمصدر الصوت وبيتفاجئوا ان لعبة جومانجي قدامهم، وبيعرفوا ان سبنسر قدر يصلحها ودخل اللعبة، فبيتصدموا كلهم وبيكونوا مترددين يرجعوا للعبة دي تاني. وبيرفض فريدج يدخلها لانه عارف انه لو مات في اللعبة مش هيقدر يرجع للعالم الواقعي، ولكن مارسا بتهديه وبتحاول تقنعه انهم يدخلوا اللعبة عشان ينقذوا صاحبهم، وساعتها بيضطروا يسمعوا كلامها وبيشغلوا اللعبة. وفجأة بيبدأوا يتسحبوا جوه اللعبة من غير ما يختاروا شخصياتهم، وبيدخلوا كلهم ما عدا بيساني اللي بتكون مش فاهمة ازاي ما دخلتش معاهم. ولما بتدخل مارسا اللعبة بتتفاجئ ان ايدي جد سبنسر دخل معاهم وواخد شخصية زاروك بتاعت حفيده سبنسر اللي شفناها في الجزء الاول، وكمان صاحبه مايلو اخد شخصية فرانك عالم الحيوانات. وساعتها بيقع عليهم فريدج في شخصية خبير الآثار والخرايط، وبعدها بتبدأ تشرح لهم إن اللعبة دي خطيرة ولازم يكسبوا فيها وإلا مش هيقدروا يرجعوا للعالم الواقعي، وبتعرفهم إن أهم حاجة دلوقتي إنهم يلاقوا سبنسر ويعرفوا المهمة بتاعتهم عشان يكسبوا اللعبة ويخرجوا. وفجأة بيهجم فرس نهر مفترس على مايلو وبتنقذه مارسا في آخر لحظة، وساعتها بيسمعوا صوت طيارة وبيلاقوها بتاعت نايجل مرشد اللعبة وبيخليهم يركبوا. وبعدها بيحكي لهم المهمة الجديدة بتاعت اللعبة وبيقول لهم إن في رئيس عصابة اسمه يورجن سرق جوهرة فالكون اللي تعتبر مصدر الحياة في جومانجي، والمفروض إن الجوهرة دي تفضل معرضة للشمس عشان تمد جومانجي بالحياة. ولكن يورجن بعد ما سرق الجوهرة حطها في صندوق عشان ما تتكشفش للشمس، ومن ساعتها كل أراضي جومانجي في خراب والمحاصيل كلها ماتت. عشان كده مهمتهم إنهم يرجعوا الجوهرة من يورجن بأي شكل ويعرضوها للشمس، وبكده يكسبوا في اللعبة ويقدروا يرجعوا للعالم الواقعي. وبعدها بيديهم نايجل الخريطة وبيرميهم في الصحراء عشان يبدأوا مهمتهم. وقتها بيشوفوا عربيات قديمة حواليهم، وبيفتح فريدج الخريطة عشان يوصلوا لمكان الجوهرة، فبيلاقي مكتوب فيها إنهم لازم يتبعوا اللهب عشان يوصلوا لثمرة الصحراء، فبيستغربوا من الكلام وبيكونوا مش فاهمين معناه. وساعتها بتظهر نعامة ضخمة وبيروح إيدي عشان يمشيها، ولكن بتقتله وبيرجع تاني وبيقع من السماء، وبكده بيكون فاضله محاولتين اتنين بس، ولو خسرهم هيموت في اللعبة ومش هيقدر يرجع للعالم الواقعي. وفجأة بيلاقوا قطيع كبير من النعام بيجري ناحيتهم، فبيركبوا العربيات بسرعة عشان يهربوا، ولكن بيفضل قطيع النعام يجري وراهم لحد ما بتتقلب عربية مارسا وبيركبوا عربية إيدي وبيكملوا هروب. وفي طريقهم بيلاقوا نفسهم قدام منحدر عالي، وبيضطر إيدي ينط بالعربية لأن النعام كان لسه وراهم، ولحسن الحظ بينجح وبيكون مش مستوعب إنه شجاع وقدر ينقذ اللي معاه. فبتقول له مارسا إن كل شخصية في اللعبة ليها نقط ضعف وقوة، وبتعرفه إن قوته هي الشجاعة والقوة والسرعة. وبعدها بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا للقرية اللي فيها جوهرة فالكون، وساعتها بتروح صاحبتهم بيساني الأليكس اللي أنقذوه في الجزء الأول وبتطلب منه يدخل معاها لعبة جومانجي عشان ينقذوا أصحابهم، فبيرفض أليكس لأن الخروج من لعبة جومانجي مش سهل. وساعتها بتكون مارسا واللي معاها في القرية وبيشوفوا ضباع بتاعة يورجن رئيس العصابة، فبيدخلوا مكان بيتجمع فيه ناس كتير، وبتيجي واحدة لابسة أحمر تتكلم مع إيدي وبتقول له إنها لازم تتكلم معاه على انفراد، ولكن كمان شوية عشان رجالة يورجن في المكان. وبعدها بتضربه بالقلم وبتمشي عشان تمثل إنها ما تعرفوش وإنه كان بيعاكسها. وساعتها بتفتكر مارسا الكلام اللي كان مكتوب على الخريطة اللي هو اتبعوا اللهب عشان توصلوا لثمرة الصحراء، وبتفهم إن دي اللهب اللي لازم يتبعوه عشان يوصلوا للجوهرة. فبيمشوا ورا الست دي لحد ما بيوصلوا للبار بتاع يورجن وعصابته، وبيشوفوا الصندوق اللي موجود فيه الجوهرة وبيحرسوا 2 ضباع. وفجأة بتفصل الكهرباء عن المكان، وبتكتشف العصابة إن مفتاح الصندوق اتسرق، وساعتها بتظهر البنت اللي سرقت المفتاح وبيمسكها إيدي وبيسلمها للعصابة، ولكن بيتفاجئوا إن ده يبقى
بقى سبنسر ودخل اللعبة بشخصية البنت دي، فبيضربوا يورجن بالفاس وبيقتله، وساعتها بينزل سبنسر من السما وبيكون فاضله محاولتين بس. فبتروح مارسا واصحابه يتكلموا معاه وبيكونوا متضايقين عشان صلح لعبة جومانجي، وبيقولوا له انهم كسروها زمان عشان ما يرجعوش ليها تاني. فبيعتذر لهم سبنسر وبيقول لهم انه كان حاسس بالوحدة وقرر يصلحها عشان كان نفسه يدخل بشخصية ذا روك ويحس بشعور انه قوي ويقدر يعمل اي حاجة، خصوصا لان محدش في العالم الواقعي كان بيحترمه ودايما بيستهزئوا بيه. وقتها بتيجي الست اللي لابسه احمر وبتقول لايدي ان يورجن معاه الجوهرة وهيروح مقر العصابة بتاعته ولازم ياخد منه الجوهرة باسرع وقت، لانه هيعمل صفقة مع 2 اسمهم الاخين كبابك وهيديهم الجوهرة مقابل انهم يدوله جيش كبير وسلاح عشان يحتل كل القرى اللي في جومانجي. ولما بتمشي بتروح مارسا وفريدج وراها لحد ما بيوصلوا المكان فيه بحيرة مسحورة وبيلاقوا ثمرة الصحراء اللي مكتوبة في الخريطة. فبتنط مارسا ناحية الشجرة وبتاخد الثمرة، ولكنها بتقع في البحيرة وبيحاول فريدج يساعدها وبيطلعها من المية. واول ما بيمسك ايديها شخصيتهم بتتبدل وبيكونوا مش عارفين ازاي ده حصل. وقتها بيتخانق ايدي مع عصابة وبيهزمهم كلهم لوحده، وبيكون سبنسر في حظيرة وبيحاول يسرق الجمال عشان يهربوا ويروحوا مقر يورجن. بنرجع تاني لفريدج وهو فرحان انه بدل شخصيته مع مارسا لانها شخصية قوية، وبيفضل يعمل حركات قتالية وبينط على الشجرة وبيقع في البحيرة. ولما بتروح مارسا تمسك ايده بيرجعوا لشخصيتهم مرة تانية وبيفهموا ان مية البحيرة بتنقل الشخصيات بمجرد ما بيمسكوا ايد بعض، وبيقرروا ياخدوا ثمرة الصحراء ويخرجوا من المكان. وساعتها بيتفاجئ ايدي ان رئيس العصابة جاي ينتقم منه على اللي عمله في رجالته، فبيدخل الحظيرة لسبنسر وبيركبوا الجمال وبيهربوا من المكان بسرعة. ولما بيوصلوا لباقي اصحابهم بيحدف عليهم رئيس العصابة صاروخ وبيقتلهم، ولكن بيرجعوا للعبة مرة تانية وبيتحركوا بالجمال عشان يروحوا لمقر يورجن. وفي طريقهم بيتخانق ايدي مع مايلو لانه زعلان منه عشان فض الشراكة اللي بينهم من زمان وباع المطعم بتاعه، فبيحدفوا ايدي بعيد وبيموته. ولما بيرجع مايلو للحياة بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لمكان فيه جسور كتير ولازم يعدوا من عليها، فبينطوا كلهم على اول جسر وبيبداوا يمشوا من عليه. ولكن فجأة بيظهر لهم قطيع كامل من القرود المتوحشة وبيجروا وراهم، فبتنط مارسا على جسر غلط وبيجي واحد من القرود يوقعها. ولما بترجع للعبة بيكون فاضل لها محاولة واحدة بس، فبيكملوا جري كلهم وبيوصلوا للناحية التانية بعد معاناة، بس للأسف القرود بتجري وراهم وبيحاصروهم. فبيجي صاحبهم أليكس وهو راكب حصان عشان ينقذهم، وساعتها بتخاف القرود من الحصان وبيطلعوا يجروا. وبعدها بيقول لهم أليكس إن بيساني هي اللي أقنعته يدخل لعبة جومانجي عشان يساعدهم يخرجوا، وبيفاجئهم إن بيساني تبقى الحصان اللي معاه. وبعد شوية بيتكلم مايلو مع إيدي على انفراد وبيعرفوا إنه فض الشراكة لأنه مريض بالكانسر وقرب يموت، ومرضاش يقول له الموضوع ده عشان ما يضايقوش. فبيعتذر له إيدي وبيرجعوا أصحاب مرة تانية. ولما بيتجمعوا كلهم بيشوفوا المية المسحورة اللي بتبدل الشخصيات، فبينزلوا كلهم وبيبدلوا شخصياتهم. وساعتها بيرجع سبنسر لشخصية ذا روك اللي كانت معاه في الجزء الأول وبياخد جده شخصيته، ومايلو بياخد شخصية الحصان. وبعدها بيدخلوا كهف وبيولعوا نار عشان يستريحوا. فبيخرج إيدي عشان يشوف صاحبه مايلو وبيتفاجئ إن عصابة يورجن أخدوه لأنهم فاكرينه حصان، فبيحاول إيدي يوقفهم ولكن بيخطفوه هو كمان. وساعتها بيشوفهم أليكس وبيقول لأصحابه على اللي حصل، فبيعرفوا إن العصابة أخدوا إيدي المجر يورجن، أما مايلو موجود في الحظيرة. فبيقترح عليهم سبنسر إنهم يقسموا نفسهم فريق عشان ينقذوهم، وبيفكرهم إن كل واحد فيهم معاه محاولة واحدة بس ولازم يتعاونوا مع بعض عشان ما يموتوش. فبيروح أليكس وبيساني وفريدج عند بوابة المقر وبيحاول يدخل مع العصابة اللي داخلين، ولكن لما بيدخل فريدج وبيساني بيوقفوهم الحراس وبيسألوهم انتوا مين، فبيكذبوا عليهم وبيقولوا لهم إنهم الأخين كبابك اللي هيعملوا صفقة مع يورجن، فبيصدقهم الحراس وبيدخلوهم. وساعتها بيكون مارسا وسبنسر بيحاولوا يتسلقوا الجبل الجليدي عشان يوصلوا لإيدي وجوهرة فالكون. وفي نفس الوقت بيوصل أليكس للحظيرة اللي فيها مايلو وبيدوس على فخ وبيخسر محاولتين من حياته، ولكن في النهاية بيوصل لمايلو وبينقذه. وساعتها بيوصل سبنسر ومارسا هما كمان لإيدي وبينقذوه، وبيقول لهم إنه شاف الصندوق اللي فيه الجوهرة. فبيروحوا هناك وبيحاول إيدي يفتحه، ولكن بيتفاجئ إن الجوهرة مش جواه. ووقتها بيروح فريدج وبيساني يتكلموا مع يورجن على أساس إنهم الأخين كبابك، وبيسألهم عن أختهم اللي المفروض هيتجوزها. فبيلاحظوا إنه لابس الجوهرة في رقبته وبيبدأوا يتوتروا لحد ما بتيجي مارسا وبتقول له إنها أختهم، فبيقول لها تيجي تاخد الجوهرة لأنهم متفقين إنه يديها لها قبل ما يتجوزوا. ولما بتقرب عليه بيجي المساعد بتاعه وبيقول له إن دول مش هما الأخين كبابك وجايين يسرقوا جوهرة فالكون. وفجأة بيدخل سبنسر وبيروح يضرب يورجن عشان ياخد منه الجوهرة، بس يورجن بيكون أقوى منه وبيرميه بعيد. وأول ما بيشوف ثمرة الصحراء اللي مع سبنسر بيخاف وبيخرج من المكان بسرعة. فبيفهم سبنسر إن دي نقطة ضعفه وبيروح وراه وبيلاقيه هيركب المنطاد بتاعه عشان يهرب بالجوهرة. وساعتها بيربط حبل
حبل المنطاد وبيمشي عليه لحد ما بيدخل المنطاد وبيدور على يورجن، وفجأة بيلاقيه واقف وراه وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض وبيتدمر المحرك بتاع المنطاد، فبيطلع سبنسر الثمرة وبيضربها في صدر يورجن وبيلاقي قوته بتقل، وبعدها بياخده وبينطه من المنطاد وبياخد منه الجوهرة وبيسيبه يقع وبيتعلق في الحبل بتاع المنطاد. وقتها بيركب جده ايدي على ظهر الحصان مايلو وبيتفاجئ ان عنده جناحات وبيطير بيه، فبيروح ياخد الجوهرة من سبنسر وبيعرضها للشمس وبيقولوا كلهم كلمة جومانجي، وبكده بيكونوا كسبوا في اللعبة. وبيجي نايجل مرشد اللعبة يهنيهم وبياخد منهم الجوهرة، وبيقرر مايلو يفضل جوه اللعبة لانه لو رجع للعالم الحقيقي هيموت بسبب الكانسر. فبيودعوا صاحبه ايدي وبيخرجوا كلهم من اللعبة وبيروحوا يقعدوا في مطعم وبيتفقوا انهم مش هيلعبوا لعبة جومانجي مرة تانية. وهنا بيخلص الفيلم. اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي فيها كل ملخصات الأكشن والخيال العلمي.